بعد 8 سنوات في طابور الإعدام كنت خلاص مستني الموت. قالوا إني قتلت ريبيكا، بصماتي كانت على السكينة ودمي كان في مسرح الجريمة. قلت لهم إني ما عملتش كده، بس ما حدش صدقني. قضيت سنوات بحارب، أقدم استئنافات وأطلع التناقضات في الأدلة، مفيش حاجة جابت نتيجة. المحامي بتاعي بطل يرد عليا، الاستئنافات خلصت، أهلي وقفوا زيارات من 2 سنين، حتى أمي كانت شايفة إني مذنب. الشخص الوحيد اللي كان مصدقني كانت جدتي، وهي ماتت من 5 سنوات. فلما سألوني عايز إيه كوجبة أخيرة، افتكرتها الميت لوف بتاعتها اللي كانت بتعمله لي كل عيد ميلاد. كتبت الوصفة من ذاكرتي بكل تفصيلة ودقة. بعد ساعة طباخ السجن جه على زنزانتي ماسك الورقة، قال إيه ده؟ دي رواية مش وصفة. لحمة مفرومة 60%، ولحمة خنزير 40%، بقسماط متقع في لبن كامل الدسم 10 دقائق بالظبط، بصل أصفر مش أبيض يتشوح في زبدة لحد ما يطرى، زعتر فريش مش ناشف، صوص وورشسترشاير 2 معلقة كبار من غير بدائل، وجليز بسكر بني وخل تفاح يتحط قبل ما يستوي ب20 دقيقة على 340 درجة. بصلي من ورا القضبان وقال ليه كل الدقة دي؟ قلت له دي طريقة جدتي، ماتت دلوقتي، لو هموت الجمعة عايز أذوق أكلها آخر مرة. سكت شوية وقال في حاجات مش موجودة عندنا، زعتر فريش، لبن كامل الدسم، زبدة حقيقية، هضطر أطلبهم مخصوص. قلت له قدامك 48 ساعة. اتنهد وقال هعمله زي ما كتبته بالظبط. صباح الخميس المكونات وصلت وبدأ يطبخ. كنت بشم الريحة من الزنزانة بعد ساعة، بصل بيتشوح في زبدة، ريحة بيت جدتي. صباحات السبت وهي بتطبخ وبتغني، قعدت على السرير وعيطت لأول مرة من 8 سنوات. بعد الظهر حصلت مشاكل، حرارة الفرن مش ثابتة واضطر يظبطه ويعيد الجليز مرتين. قال للضابط لازم يطلع مظبوط. دي آخر وجبة ليه. بالليل ما قدرتش أنام، مش من الخوف، من الريحة. الأكل وهو بيتسوى طول الليل وأنا لوحدي مع ذكريات الست الوحيدة اللي كانت مصدقاني. يوم الجمعة، يوم الإعدام، 10 الصبح ومفيش أكل. الظهر الطباخ قال الجليز مش مظبوط. 2 الظهر جابوا لي أكل سجن عادي عشان الأكل لسه مخلصش. 4 العصر فاض ساعتين، الريحة كانت مجنونة، حتى الحراس كانوا بيعدوا على المطبخ عشان يشموها. 5 مساء المأمور جه وقال الوجبة مش جاهزة، هنأجل التنفيذ ساعتين. 6 عدى وموعد الإعدام الأصلي فات وأنا لسه عايش مستني أكل جدتي. 7:30 الطباخ ظهر أخيرا بطبق مغطى، شكله مرهق جدا. كشف الغطة والميتلوف كان شبه بتاع جدتي بالظبط. أكلت ببطء وباستمتاع، كان مثالي. خلصت آخر لقمة الساعة 7:51، فاض 9 دقائق. الحارس فتح الباب، يلا يا بريستون. مشينا في الممر بين الزنازين، كل السجناء ساكتين زي العادة. وصلنا غرفة التنفيذ، الإس سألني لو عايز أصلي، قلت لا. 7:55، 5 دقائق. بدأوا يمشوني ناحية الغرفة وفجأة تليفون المأمور رد ووشه اتغير. وقفوا، كله يقف. في إيه؟ اللي كان مرتبط بريبيكا اعترف بقتلها، أنت بريء. رجلي مش شيلاني وقعت وحارس مسكني. الطباخ ظهر في الممر بيجري ووقع على الحيطة وقعد جنبي. قال لو الأكل ده كان خلص في ميعاده كنت مت دلوقتي. أنا قعدت ساكت، لسه عايش، بس عشان وصفة جدتي كانت تقيلة ومش بتتسرع، هي اللي أنقذتني زي كل مرة.